ليه السمار ملفت اكتر؟ الذوق العام المصري بيميل ان الجمال لاصحاب البشره الفاتحه، والسينما من زمان اكدت ده، ان السمر بيطلعوا سفرجيه وبوابين، واصبح ان الشكل الاوروبي هو القالب الجمالي المعترف بيه. بكار او فحمه، شيكا، زنج، عبد، عجوه، ضلمه، عاج، سوداني، غندي، عثمان، قرد، حبشي، سماره، كاكاو، جilberto، فلافيو، طينه. عبد الحليم حافظ مثلا لما غنى اسمر يا اسمراني كان بيغنيها للبنى عبد العزيز في الفيلم اللي تحسها اصلا من بولندا، وهو لقبه العندليب الاسمر، يعني صباح العنصريه العكسيه. الستات بطبيعتهم حساسين للنقطه دي، وما عندهاش مانع تطرش وشها في طبق مليان فاونديشن عشان تبقى افتح درجتين، واول ما تحط ايديها على خدها يبان فرق الالوان وتتكشف الحقيقه السمراء. وبقى في حركه اسمها ذا ميلانين بيجمنت، هدفها تشجيع الستات على الاحساس بجمال سمارهم. السمار دلوقتي بقى يدفع فيه فلوس، وتان بيتسافر لها مسافات بعيده، نفرش له فوط على البحر وتقعد تتشوح زي صدر الفرخه على كل جنب شويه. في نظر الستات الراجل الاسمر فيه غموض، اثاره، شهامه ورجوله، عكس الابيض الفيوم الملسلس ده اللي بيحسوا انه شبههم شويه. ومن وجهه نظر الرجاله السمار وراه اسماء جلال وروبي، والبياض وراه زبيده ثروت وسعاد حسني. عامه يعني كل اللي يجيبه ربنا كويس.